السلام عليكم دفعة تالتة إعدادي، يا رب تكون بخير وزي الفل وزي العسل. الفيديو ده لا يسمح بدخول أصحاب القلوب الضعيفة معانا في الفيديو ده. ليه يا باشا؟ الفيديو ده فيه مسائل تراكمية الجبرا وجيومتري، بتقسم الجبرا وجيومتري على حسب أنت تراجع الجزء الأولاني الجبرا والجزء التاني جيومتري، أو لو عندك الامتحان في نفس اليوم أو كده فمع بعض. الفيديو ده وان يوز، استخدام مرة واحدة. عارف لما تروح تستخدم كده، عارف كوبايات البلاستيك دي تشرب العصير وترقوه مرة واحدة عشان مفيش وقت. يعني هو مسائل تراكميه اللي هي حاجات وافكار قديمه وافكار كرييتيف وحاجات من اولى اعدادي وثانيه اعدادي، واحنا اصلا بنفهمك منهج ثالثه اعدادي بالعافيه. اصلا انت ناسيني اساسا، مش عارف انا مين، انا مستر كريم تمام اساسا، كل حصه بفكرك بنفسي. فانت الذاكره عندك فاهم في ذمه الله. فلو انت نص ونص، لو انت على الله في المنهج، فسيبك من الفيديو ده خالص، اصلا ده مش موجه ليك اساسا، مش تقليلا منك والله، بس لا، في حاجات تانية اهم. يعني في فيديو نماذج الوزاره، في فيديو بروفا الاخيره، في فيديو اهم ملزمه عندنا اللي هو فيديو 3 ساعات تقريبا. صعب هو شويه، بس انت معاك الملازم بتاعتك ودول اهم بكتير. خلي معاك ايه الوقت ده وفره للملازم دي. لو انت من الناس اللي هتقفل، لو انت زي الفل يا باشا وقد الدنيا، اخطف لك كمان ايه نص ساعه ساعه الا ربع في الفيديو ده، نتفرج عليه مره واحده بس ونكتب مع بعض المسائل في ورقه وخلاص، ما المذاكره بتاعته تبقى خلصت. اتفقنا؟ فالفيديو ده ايه ليس لاصحاب القلوب الضعيفه. صلي على النبي كده، روق على حالك، واضرب لك واحده نسكافيه رايقه كده فاهم، وكشكول وقلم، ويلا بينا ندردش مع بعض في شويه مسائل تراكميه من اولى وثانيه اعدادي ومهمين جدا سواء الجبرا او جيومتري. يلا بينا. شفنا المقدمه الرايقه بتاعتنا ونخش دلوقتي على المسائل. ايه رايك بس الاول قبل ما نخش في المسائل، ايه رايك في الاوتفيتيه دي؟ والله العظيم توب التوب، حاجه في السيمبل منه، يعني انا اديها 9 من 10. يعني انت شوف انت الحصه دي قيمها، هقول لك هي فيها كام سؤال، هنقيم درجاتنا هنا ونقيم الملزمه وتقيم لي الاوتفيت الرايق ده. ماشي؟ تعمل سيرش عني في الانستجرام كريم تمام، هتلاقيني ما تقلقش مشهور يعني. خد سكرين شوت وقول لي رايك في الاوتفيت، وقول لي انت جبت كام كمان في التراكمي ده، والدنيا ماشيه معاك ازاي ليله الامتحان. طمنا كده عليك يعني، خلينا نعيش الاجواء دي مع بعض. بسم الله. ايه البدايه عندنا في الالجبرا، وخلي بالك طويل بقى معانا عشان هنضرب هوبس دلوقتي في التراكمي، ما فيهاش هزار يا صاحبي، نخش دلوقتي ندشمل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بيقول لحضرتك علامه اليونيون. يونيون دي يا جماعه يعني هنزود يعني الحاجه ال 3 الاوبن دي يعني مش معانا، احنا هنا هنزود عليها النقطه 3، هنخلي 3 دي بدل ما هي اوبن هتبقى مالها نجم، تبقى كلوز. كل حاجه زي ما هي، بس ال 3 الاوبن بقت كلوز. شكرا. في واحده تانية يا جماعه، مثلا مساله تيجي 3 و5 بس ديفرنس، هنشيل النقطه 3، هنشيل ديفرنس، هنشيل يعني بدل ما البوينت بتاعتنا كانت كلوزد فهنخليها اوبن بس. فقلنا نفكرك باليونيون وبال ديفرنس. تعال نخش على دي. بيقول لك هاف يعني نص. انا بحب الستايل بتاع الاسئله دي قوي، بيجي هو كتير قوي في الامتحانات كمان. هاف يعني نص الفور باور 20. بص يا معلم، هي دي ليها طريقين عشان تحلها. طريق بالحب، وانت طبعا مفيش احلى من الحب طبعا في حياتك، وطريق تاني اللي هو بالايه بالمخ، وده في ذمه الله ده مش شغال اساسا عندك، بس انا هحل لك بالاثنين وانت براحتك. نبتدي بالحب الاول. هاف يعني نص الفور باور 20، فاكني هعمل لها ديفايدد 2. فكل اللي هعمله ان انا هكتب على الاله 4 باور 20 ديفايدد 2، يطلع رقم غريب جدا 5.4 وتايمز 10 باور، رقم متخلف قوي. 5.4 وحاجات كتيره تايمز 10 باور. طب وبعدين ما انا مش موجوده في الاختيارات، ما انا هقعد اجرب دي اكتبها لوحدها بالاله مش هتطلع، دي اكتبها بالاله هتطلع صح نفس الرقم المتخلف ده، يبقى هي دي الاجابه الصح. واتحلت وشغلنا مخنا فيها، عشان هي ثالثه اعدادي يا جماعه، فيها للاسف الشديد 3 مسائل تراكمي، عشان كده بيسموها شهاده زي ثانويه عامه. بس طبعا ثانويه عامه مؤثره اكتر عشان بتخش كليه، اما ثالثه اعدادي بتخش كده كده اولى ثانوي عادي. بس زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده، هي واقفه بتقف فيها مع نفسك كده، بتشوف مستواك ايه، هل انت لو ذاكرت هتبقى كويس، ما تراكمش تاني، يعني على حسب الايه الدماغ بتاعت حضرتك كده، تقدر تستوعب الموقف اللي انت فيه ولا لا. فنرجع تاني، فانت عندك 3 مسائل تراكميه، ممكن دي تكون واحده منها لطيفه وتحل. طب عايز اعرف اساسها ايه؟ قال لك الاساس بتاعها طالما هاف يعني هتعمل لها ديفايد 2،
فلازم ال4 دي هي كمان تبقى 2. ما ال4 دي اصلا كانت 2 باور 2، اصلا ال4 2 باور 2، وكل ده لسه باور كام؟ باور 20. فكان عندنا معلومه من اولى اعدادي بتقول باور الباور بيتعمل تايمز، فهتبقى 2 تايمز 20 اللي هي 40. طب هاف يعني هعمل لها ديفايدد 2، وال2 دي اللي هي 2 باور كام؟ 2 باور 1. طب وبعدين قال لك في حاله الديفايدد يا باشا هنعمل للباورات دي ماينس، ف 40 ماينس 1 هتبقى 2 باور 39. وانا شايف ان الحل بتاع اللي هو بالحب ده حلو قوي، كمل بيها مفيش مشكله، انت عرفت دي بس يعني ايه خليك في التانية. طب تعال نشوف نمبر 3. نمبر 3 بقى بنطمن بجد هل مخ حضرتك شغال ولا لا. ما هي نفس المساله بتتكرر، عايز كوارتر ربع 2 باور 8 يعني اكني بعمل لها ديفايدد 4. ليها طريقه حل ثانيه بس انا هحلها كده عادي يعني ديفايدد 4 هتطلع ب 64. وين ب 64 لما اجي اكتب 2 باور 6 هتطلع ب 64. فالاجابه بتاعتنا بقت صح وزي الفل. ماشي يا نجم نخش على نمبر 4. نمبر 4 عندك يا كينج بيقول لك ان الاكس ما بين ال1 وال3. تعال نعوض بيهم، هنشيل الاكس ونحط هنا 1 فهتبقى 3 تايمز 1 ماينس 1 هتطلع ب 2. اوكي. طب وهنشيل الاكس ونحط هنا 3 فهتبقى 3 تايمز 3 ماينس 1 هتطلع ب 8. يعني الاجابه من 2 ل 8. طب بص في الاختيارات، يا نهار اسود كلهم 2 8. انا ما عملتش حاجه ولا استفدت حاجه. فالمجهود اللي انا عمال اعمله واعوض وفاكر نفسي فهمان، جاي ابص على الاختيارات لقيت في كتير قوي 2 8. في كتير قوي زينا، عارف في فيلم كده كان فيه كتير قوي شبه بعض، في كتير قوي زينا احنا مش مميزين يا اسطى. طب ايه الحل؟ قال لك الحل بقى كان في تانية اعدادي، يا رب تفتكر برضو معانا. تاني باكد عليك حاول تتفرج على الفيديو ده وانت رايق، اعصابك هاديه كده وبرنس في نفسك، عشان هنتفرج عليه مره واحده بس، ده مش بنتفرج عليه تاني، التراكمي هو مره واحده. كان عندنا لو في less than بس فالاقواس بتبقى open. طب لو فيها less than or equal فالاقواس ساعتها كانت بتبقى closed، لو حد يعني يفتكر. هنا دي open ودي open فالاقواس بتاعتنا الاثنين هيبقوا open، فالاختيار الصح هيبقى letter B. ماشي. نمبر 5 دي من المنهج، دي مش تراكمي ولا حاجه يا جماعه، دي من المنهج عادي خالص. اف اكس ب 7، 7 دي اللي هي كونستانت، كونستانت يعني ثابته مش هتتغير. فبيقول لك اف 7 شيل كل اكس وحط 7، مفيش اكس تفضل ب 7. اف نيجاتيف 7 شيل كل اكس وحط 7، ما هو سوري انا اسف حط نيجاتيف 7 ما هو مفيش اكس فهتفضل زي ما هي ب 7. 7 بلس 7 ب 14. وده من الاسئله اللي يعني متوقع جدا ان تيجي في الامتحان ومش تراكميه، ده سؤال في المنهج عادي. الناس اللي نص ونص بتفتكر ان 7 ونيجاتيف 7 راحوا مع بعض تبقى بزيرو. هي الفانكشن ب 7. لو كتب الجن الازرق كتب البتنجان الرومي كتب هنا بتنجان رومي تبقى الاجابه 7. تخيل بتنجان الرومي ده اجابته 7 عادي. فهو مفيش اكس عشان اشيلها واحط نيجاتيف 7 او احط البتنجان او اي حاجه يعني. ماشي خش على اللي بعده. اللي بعده باراجراف تشوفه وتشعر بالظلام، تحس ان انا ليه بتعلم؟ انا ليه بتعلم؟ انا ايه اللي حاططني في الحياه دي؟ يعني انا ليه عايش الحياه؟ انا ايه اليوم الغريب؟ ايه ليله الماس الغريبه دي؟ ماشي خلصت ندب وشفت الدنيا مظلمه قدامك تعالى حل برضه، حتى وانت بتندب هتحل برضه ان شاء الله هتقفل. وسط الباراجراف القذر ده يا نجم فيه كلمه منوره كده هنا يعني اسمها ميديان. ميديان دي محتاجه الترتيب، بعد كده تختار اللي في النص، نرتب ونختار اللي في النص. طب نرتب يعني اصغر حاجه، فحظك ان هم اصلا مترتبين 170 180 180 230 و240. ده الترتيب بتاعنا هم مترتبين. وقعد اكنسل بقى هاخد دي مع دي ودي مع دي اللي هيبقى في النص ب 180. كنت شرحت دي في السنتر بس ما فيش حد للاسف رفع ايده وسالني. مستر كان نفسي حد يسالني بس حد سالني تقريبا كلهم كانوا عايزين يمشوا يعني. هم بيحبوا حصص السنتر اتوقع يعني، يا رب ما يبقاش بس العكس. بس بيتخانقوا بسرعه وساعتها ما كانش لسه الامتحان بقى بكره، كنا عاملين المراجعات بدري. طالما لسه الامتحان مش بكره فاهم فلسه بدري بالنسبه له. كان نفسي السؤال لو في رقمين اتبقوا في النص، يعني لو في رقمين نختار انهي منهم؟ قال لك لا احنا مش هنختار حاجه منهم، هنعمل قانون اسمه السنتر، وده احنا درسناه السنه دي. درسناه امتى؟ يا ابني ما انا قلت لك لازم قبل ما تتفرج على الفيديو ده تروح تتفرج على فيديو مين؟ اهم ملزمه الجبرا. السنتر ده اللي هو كان في سؤال الستاندرد ديفيجن اللي هو فيه تيبل وفي اند مور، فكنا بنعمل الرقم ده بلس الرقم ده اللي هو حاجه اسمها اللور بلس الابر اوفر 2، ده كان اسمها كده بالانجلش. اوكي.
بس هو في الاول في الاخر مثلا لو عندي هنا 3 وعندي 5، فمين الميديم؟ فاعمل 3 بلس 5 اوفر 2 تطلع ب 4، بختار واكتب 4. طب لو في رقم واحد بس في النص فاخترته خلاص والدنيا جميله. ماشي يا باشا. فتعال نشوف ده، وده انا يعني متوقع جدا 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 ان هو يكون موجود في الامتحان. ايه اللعبه هنا؟ قال لك يا باشا احنا عندنا عقده من زمان جدا ازاي نوزع الباور، وتقريبا دي من ضمن الحاجات، يعني في كذا سبب وكذا موقف خلاني ابقى مدرس ماس اصلا. ده كان واحد منهم حرفيا بجد، ده واحد منهم. ليه بقى؟ كنت فاكر ان الباور 2 ده عشان في الماس يعني نوزع الباور 2 فنحط هنا باور 2 باور 2. كنت فاكر ان حياتي كده كانت بالتالي الحياه تبقى جميله قوي. يعني فكره ان الباور 2 اللي بره البراكت عشان اوزعه حاسه كلام منطقي جدا. احط هنا باور 2 هنا باور 2 وجبرت، خلصت يا اسطى. قال لك لا، في خازوق بقى، فالخازوق ده محدش كان بيعرفه خالص. فابتديت انا اركز بقى في التفاصيل دي وفي الخوازيق دي لغايه ما بقيت مميز عن بقيه الناس في الماس. ايه الخازوق ده اللي كل الناس مش عارفاه؟ قال لك مبدئيا كده في حاجه في النص هنا لازم تتكتب مبدئيا. ايه الحاجه دي يا باشا؟ قال لك هتعمل الاول تايمز الثاني اللي هي اكس واي تايمز 2. تبقى 2 اكس واي. لازم تعمل كده اول تايمز تاني تايمز 2. لو ما عملتش كده هتبقى بقيت زي بقيه الفصل وزي بقيه الناس الكنافه. لا انا اخد بالي من كل تفصيله احسن. طب وقفت معايا على حاجه العلامات. قال لك العلامات هنا ثابته على طول بلس، انت مغمض على طول بلس. طب وهنا حسب العلامه اللي في النص، طب العلامه اللي في النص بلس فهنا كمان بلس. ليه بقول الكلام ده وليه حكيت لك قصه حياتي يعني ان انا الموضوع ده اثر معايا؟ عشان الفكره دي متكرره في اولى ثانوي السنه الجايه لو في نصيب كنا مع بعض، متكرره الترم الثاني لو في نصيب كنا مع بعض، في ثانيه في ثالثه. مش عايز اقف نفس الوقفه دي. كده كده هقولها عشان دي شغلانتي، بس عايزك انت كمان تكون بترد عليا وتفرحني كده وتحس ان انت ايه، فاكر حاجه عندنا. طب بعد ما وزعت الباور 2 يا مستر هل كده يعني حياتي هتبقى افضل؟ والله يا ابني لا، ما اضمنش حياتك فيها ايه صراحه، بس اضمن لك ان انت هتحل السؤال ده وممكن تنبسط يعني في اللجنه. اكس باور 2 بلس واي باور 2 كلها على بعضها كده، كلها على بعضها كأنك رايح تشتري حاجه كده فبيبقى كاتب عليها التيكت كاتب عليها السعر، فاكس باور 2 بلس واي باور 2 لو شفتها حط 6. انا هشيل اكس باور 2 بلس واي باور 2 واحط 6 بلس مكتوب مين 2. طب الاكس واي سعرها كام؟ الاكس واي دي سعرها 5، فتطلع الاجابه ب 16. هل نختار بوزيتيف ونيجاتيف 16؟ غلط. ايه اللي جاب سيره البوزيتيف؟ ايه اللي جاب سيره البوزيتيف؟ في واحد يقول لك ده عبد اسمه عبد، ده اسمه عبد العبد التعليم او عبد في الحياه. بوزيتيف ونيجاتيف ده بالنسبه له حاجه مقدسه. لا يا ابني عادي 16 عادي. اصل انا حاسسها يا مستر، حاسسها ايه منين؟ اصل ما تحسش يا اسطى، هي 16 عاديه. بوزيتيف ونيجاتيف ده بنعمله لما يبقى عندنا مثلا اكس باور 2 ايكوال 9، انا اللي هودي الباور 2 يروح بروت، انا اللي بودي الباور 2 يروح بروت. حد مفيش حاجه، انا بوزع باور 2 ده، انا بوزعه مش بشيله. اصل حاسسها قيمه، ما تحسهاش تاني يا اسطى، ما تحسش حاجه. بس اعمل الله يخليك، مش ناقصه العمليه. الله يبارك لك، الله يبارك لك يابا. العسل كله ده، العسل كله لسه قايل لك من شويه وبقول تاني وبكرر تاني، ده يا جماعه سؤال تراكمي لازم الشارع كله يكون بيدعي لك وانت رايح الامتحان. ربنا يوفقك يا مي، ربنا يوفقك يا عمر، ربنا كده فاهم، ربنا يفتحها في وشك ان شاء الله. اللجنه تبقى سايبه على حسب الناس اللي هي العواجيز دي اللي هي بتبقى ماشيه قاعده في الشارع على طول دي، لازم كل دول يدعوا لك وانت رايح. طبعا انت ما حدش طايقك في الشارع ولا في الحياه، طب بيسيبوا لك اساسا وانت ماشي. من ضمن الثلاث اسئله التراكميه ممكن ده بقى واحد منهم تراكمي، ده ايام كي جي تقريبا مش عارف يعني، بالاله هتكتبها على الاله تطلع الاجابه تاني. خدت درجه زي العبيط كده مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، كتبتها على الاله خدت درجه وشوف. يا ريت يجي طبعا في الامتحان، بس الطريق ده محتاج ناس كتيره تدعي لك يعني. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لك اكس بلس واي ايكوال اكس واي ايكوال، فحاسسها يعني هو بيساعدك بس مش سالك. لا مش سالك، ده مش سالك. عارف في واحد صاحبك كده بيهزر معاك بس هو مش سالك، او صاحبتك بترمي لي الكلام كده بتلقح من تحت ده بس هي بتهزر وبتضحك بس هي بتحرق دمك، فاهمه؟ عارف الستايل ده؟ فهو ده كده. انت بتساعدني يا اسطى ولا بتكفرني يا اسطى؟ ما تقول لي اكس بلس واي لوحدها ب 5 زي البني ادمين، واكس واي ب 5، ليه معقرب لي الدنيا وكاتب الاثنين ايكوال ب 5؟ فشكرا، انا هبسط الدنيا، بحب الناس البسيطه دي. طب وبعدين؟ قال لك دي تحسها تراكمي وتحسها من المنهج. يا مستر الكلام اللي يلخبط ده ما كفايه علينا المنهج الملخبط ده، تعالى افهمك قصدي. اصل اكس باور 2 معايا اكس بعد فيديو البروبورشنال القذر، قعدنا في فيديو البروبورشنال ده موتك فيه، الفيديو بتاع اهم ملزمه ده اللي هو كان تقريبا 3 ساعات ده ولا كانت ليله. يا رب تكون شفت الفيديو ده اصلا. اكس باور 2 اكس هناخد الاكسيه كومن فاكتور، عندنا كومن فاكتور.
طب واي باور 2 هناخد الواي كومن فاكتور. طيب لما ناخد اكس باور 2 ناخد منها اكس فيبقى اكس، الواي اتسحبت بره بلس واي باور 2 سحبت واي فبقى واي. طب والاكس اتسحبت بره خلاص. طب انا استفدت ايه؟ نفس الفكره اللي كنت بكلمك عليها من شويه يا عم، الجاكيت التيشيرت اي حاجه عليها سعر، مش لازم يبقى الحرف لوحده، الاكس واي كلها قطعه واحده بنشيلها وبنحط 5 قيمتها 5 قيمتها 5. طب اكس بلس واي قيمتها 5 برضه. طب هما لازقين في بعض، في 5 تايمز 5 تبقى بكام؟ ب 25. وسؤال لطيف. لاست 1 في بيج 1 اخر واحد، لاست 1 في بيج 1 والله حلو والله. الانجليش برضه في ذمه الله. ذا نمبر كذا 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 كذا، عايزين نعرف البيت كام. عندي طريقتين للحل، طريقه بالحب برضه وطريقه بالمخ. فبراحتك، انا هقول الاثنين عشان هو الفيديو ده زي قلت ايه مره واحده بس. وتاني باكد قبل ما نحل الكلام ده، احنا عايزينك رايق، خليها على الله. رب لك كده في اغنيه كده بيقول لك الليل ونجومه وانا وعينيه، باين بتاعت حسين الجسمي. بس مالكش دعوه بعينيه، احنا عايزينك كده وانت قاعد في السرايه الليل ونجومه، دور عليها كده وفاهم بنزلها لنا ستوري. وانا والماس، وانت والماس كده سهران كوبايه النسكافيه الحلوه كده فاهم، والآلة ومشغل الفيديو. بس اغنيه حلوه بتاعت حسين الجسمي، الليل ونجومه وانت سهران معانا يا باشا، بس سهران على الايه؟ على الماس، احنا ما نعرفش غير حب الله حب الوطن يا صاحبي. فبسم الله الرحمن الرحيم، تعال نشوف الطريق بتاع الايه، ازاي نحل دي كده بالحب واحده واحده. قال لك ما انا معايا اختيارات، ما نجرب كل اختيار من دول. مش هو عايز يعرف البي؟ انا مش فاهم حاجه، بس اشيل البي يا صاحبي وحط 1 واكتب بقى دي كده على الاله، مش كده بقت شويه ارقام سريعه على 1 بلس 1 تطلع ب 4. قال لا دي اجابه صح اصلا، كده خلصت خلاص. كده عشان مخك مريح، مش بتطمن لما الاجابه تطلع اول واحده، فممكن نجرب رقم تاني لو عايز، مثلا نشيل البي ونحط 2 وهتكتب 3 على 2 بلس 1 بالاله هتطلع 5 على 2. هل الاجابه 5 على 2؟ لا، فاجابه غلط، اكيد هتطلع غلط. فانت حليتها بالحب عن طريق ان انت جربت الاختيارات. واللي احنا بنقوله ده والله ما هزار، احنا بنحاول بس نخفف عليك الضغط، عشان انا ببقى متوتر ليله الامتحان لما كنت قدك، فمش عايزك تعيش الحاجات دي. التوتر ده اتعب موت نفسك ما تكسلش بس ما تتوترش. ما هنعمل ايه؟ هنقعد نذاكر ونفتح الفيديو ده نفتح الفيديو ده ونعلم على 5 مسائل هنا مش عارفينهم وخمسه هنا عارفينهم، والحياه هتمشي يا صاحبي. عرفنا الطريقه وحاولنا نفهم حضرتك ان انت ممكن تعوض بالاختيارات على طول وتقدر تحل اي سؤال حتى لو صعب. طب تعال نشوف الطريقه بالستبس العاديه خالص. قال لك هو ماس عادي، ماس عادي ازاي ماس عادي؟ قال لك عادي هنخلص من البلس 1 تروح بماينس 1، هتبقى 3 على بي ايكوال 4 ماينس 1، راح تجيب الماينس تبقى ب 3. ال 3 دي اكنها 3 اوفر 1. الناس اول ما بتشوف دي يا جماعه بتتجنن، بيجي لها حاجه في دماغها بتتشعوذ كده، يلا اديها السيزور الجميل. صح وزي الفل، صح وزي الفل يا كينج. انت بص انت الكينج، انت الاول على العالم، الاول على السبع قارات. حلو. ما تيجي بما ان احنا بنقول ما نتوترش، معلومه ثانيه عندك، معلومه ثانيه براحتك يعني. لو في رقمين فوق شبه بعض شيلهم، فالبي بقت بون. مثل ما انا جبتها من الاول ايوه انا بقول لك في طريقه كده وطريقه كده. مثل انا بحب السيزور، اعمل السيزور، انا اسف اعمل السيزور، انا اسف، انا النموذج، انا النموذج مش كويس. اعمل سيزور يا باشا لو مش عاجبك، تطلع بوان بقى. بص عليها جبناها بوان كام مره؟ كتير قوي، براحتك. خش على اللي بعده. انا بقى بقول لحضرتك معلش بقى هنا ساسكت قليلا، فكك بقى من الهزار. قعدت اقول لك اعمل سيرش بقى والليل ونجوم وانا وعنيله وانا والماس يا باشا وحسين الجسم، وخد لنا ستريك كده وادينا صوره حلوه، بس ما تغفلنيش يعني، طلعني معاك في صوره حلوه كده ونزلها لنا كده انا وانت كده سهرانين ليله امتحان الايه الماس مع بعضينا على الانستجرام. انا عايزك تكتب معايا شويه حاجات بقى ماشي، عشان الحته دي مهمه معلش يعني، ان شاء الله انا حاسس انها هتيجي في الامتحان. زد نيجاتيف اللي هي الارقام النيجاتيف كلها، وده كلام منطقي. ان دي اللي هي 0 1 2 و3، كل الارقام البوزيتيف بما فيهم الزيرو. يونيون كنا بنقول من شويه يعني هنزود، لما نزود البوزيتيف على النيجاتيف هيطلع لي البوزيتيف والنيجاتيف اللي هي مين؟ الزد كامله. طب مستر ليه ما قلتش الار؟ الار دي يا شباب اللي هي فيها كل حاجه بما فيهم الروت، بما فيهم الديسيمال. اما الزد دي بتبقى بالعربي عشان مفيش وقت للفزلكه، عباره عن ارقام صحيحه. ارقام صحيحه يعني ايه ارقام صحيحه؟ 1 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 بوزيتيف او نيجاتيف بما فيهم الايه؟ بما فيهم الزيرو. فما نزود دي على دي هيطلع لي مين يا باشا؟ هيطلع لي الزد. طب لو قال لحضرتك زود لي الزد بوزيتيف يونيون الزد نيجاتيف، زود البوزيتيف والنيجاتيف بس مع بعض، فكده الاجابه المفروض تبقى كده بيطلع لي الزد كامله. قال لك لا، بس دي حاجه اسمها زد ستار.
ايه ده يعني ايه زد ستار؟ قال لك ما انا بزود الزد بوزيتيف والزد نيجاتيف مش هقدر اقول زد كامله، عشان كده في زيرو محدش جاب سيرته. هو الزيرو ده يعني محدش جاب سيرته. فزد بوزيتيف يونيون زد نيجاتيف، لما ازود البوزيتيف والنيجاتيف هنقول انها زد كلها، بس زد ستار. زد ستار دي يعني زد ما عدا الزيرو، دي اسمها زد ستار. طب هنا يا مستر ليه ما قلتش زد ستار؟ قال لك يا باشا ما عشان انت عندك زد نيجاتيف يونيون ان، هو كتب ان دي اللي فيها الزيرو وال1 2 3. مستر انا حاسس ان انا مش فاهم قوي. لا بص، هي بتبقى معلومات بسيطه بالنسبه لك، يعني على سبيل المثال هي مش هتخلص المعلومات، او سوري انا اسف، المعلومات بتخلص، الاسئله اللي مش بتخلص، عشان اقول لك كلام واضح. يعني الان لو شلت منها مثلا الزد بوزيتيف، لو انت كنت رايق، لو انت فهمت انا قصدي ايه وفهمت اللعبه ايه، زي ما بتيجي تقعد مع حد من صحابك كده وبيحكي لك الحدوته، فبتبقى مرستق الكلام في مخك فبتعرف تتكلم معاه. اي حدوته في الحياه الماس حدوته برضه. الان يعني 0 و1 و2 و3 صح، والزد بوزيتيف يعني 1 و2 و3 صح. طب الان لما نشيل منها الارقام البوزيتيف مين اللي هيبقى موجود هنا زياده؟ الزيرو بس، هنحطه في بريس. طب لو جه في الامتحان وقال لك زد بوزيتيف يونيون زيرو، زد بوزيتيف هنزود عليها الزيرو فهيطلع لي مين؟ الان. فخدنا باكج كده من الاسئله حوالين الزد بوزيتيف والزد نيجاتيف والان والزد ستار. ماشي يا باشا، والار ده الوحش بتاعها. طب دي حليناها من شويه بقى، 1 و 3 هنشيل منها الزيرو ونشيل منها ال1. طب مبدئيا لما نشيل ال1 فال1 ده هيبقى اوميجا، يعني ال1 ده عارفينه. طب الزيرو يا مستر عايزين نشيله من هنا، يا ابني ما فيش هنا زيرو اصلا. هي اصلا لو حضرتك مركز معانا هي من اول 1 لحد 3، هي حته خدعه كده وحته رخمه صح. بيقول لك هتشيل حاجتين، هتشيل الزيرو اللي هو اصلا مش معانا فمالوش لازمه، وهتشيل ال1 عشان اشيل ال1 اخليها اوميجا، خلاص خلص. ماشي. طب دي سهله جدا بقى، ال2 وهي 2 يبقى الاكس بكام على طول؟ ب 6. سهله دي. 20% from 10 باوند، 20% في زرار على الآلة اللي هو البرسنتج، او ممكن تعمل 20 اوفر 100، دي اسمها 20%. from 10 يعني عايز 20% from 10 او اوف، يعني قال from او اوف الاثنين واحد. هنعملهم بالكالكوليتور عادي خالص خالص خالص، هتشوف الاجابه بتاعتك بكام. تطلع بي 2 بس. يعني شكرا. بس. طب تعالى نشوف دي، كنا حليناها برضو في فيديو قبل كده ونكررها تاني. اكس داش، اكس داش دي يعني التكمله. هنفهمك يعني ايه واحده واحده. احنا عندنا نمبر لاين من ايام تانية اعدادي كده، هنا انفينيتي وهنا نيجاتيف انفينيتي. كلام جميل. قال لك احنا هناخد من اول النيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو اوبن، لحد الزيرو اوبن كل الحته دي كده معانا. اوكي. عايزين نجيب بقى اكس داش، يعني عايز اجيب التكمله، الجزء الثاني بقى اللي باقي من اول بقى الزيرو وانت ماشي كده. يبقى من اول الزيرو لحد الانفينيتي، بس الزيرو هيبقى كلوز. ليه بقى؟ عشان هنا الزيرو اللي في الاحمر كان اوبن مش معانا، فانا عايز اخد الباقي كله. حد يقسم فلوس يقول لك بص يا باشا ده نصيبك، يعني دي كده كوما والباقي ده كله بتاعي. فاللي بالاحمر ده نصيبنا، كل اللي باقي بقى بما فيهم الزيرو، هو ما خدش الزيرو فده هياخد الزيرو معاه. ما هو اكس داش دي يعني الايه؟ التكمله او الباقي. ماشي، ادينا بندردش والدنيا ماشيه حلو. نفس السؤال اللي الشارع كله هيدعي لك فيه اتكرر تاني، هنكتبها بالاله، بالابسوليوت. بص الابسوليوت ده بيطلع الحاجه بوزيتيف كده كده يعني، فدي غلط ودي غلط. اي ابسوليوت طالما جوه رقم الناتج هيطلع بوزيتيف، فلما اجي اعملها بالاله هتطلع بكام على طول؟ ب 2. بس ممكن استاذنك في حاجه كده، هو لو في ابسوليوت اكس ب 2، ركز في دي يمكن تيجي، يمكن ربنا يكرمني ما انا برضو بفرح زيك. يعني ربنا يكرمني والامتحان بيجي من الحاجات اللي انا قلتها بفرح، ما انا بني ادم. زي ما انت لما بتذاكر وربنا بيكرمك وبتطلع لقيت الحاجات اللي انت ذاكرتها بتبقى مبسوط، وساعات بتميل بقى على اخوك، مستر كريم والله شكرا الامتحان طلع حلو. فاحنا مع بعض في نفس الفريق يعني، فركز معانا كده وزي ما قلت لك خليك رايق يعني. ابسوليوت اكس ب 2، عايز اعرف الاكس بكام. دي برضو حته خادعه شويه، الاكس يا جماعه بوزيتيف ونيجاتيف 2. ليه يا مستر انت مش قلت مفيش ابسوليوت بالنيجاتيف؟ ايوه ايوه، مفيش ناتج ابسوليوت، يعني ما ينفعش الناتج ده يطلع بنيجاتيف، لازم يطلع بوزيتيف. بس الابسوليوت اللي جوه بقى نفسه عادي، ممكن يبقى نيجاتيف وممكن يبقى بوزيتيف، كده كده هي هتطلع بوزيتيف. فلو الاكس اللي هو عايزها جوه الابسوليوت، تفتكر الحته دي عشان مهمه وحاسسها هتيجي، اللي جوه الابسوليوت ده هيبقى بوزيتيف ونيجاتيف عادي. طب هنا هو عايز الناتج اللي بره، فالناتج اللي بره لازم يبقى بوزيتيف. اوكي. بيقول لك دي راشونال اف الاكس نوت ايكوال نقط.
مبدئيا كده هو الاجابه زيرو. ليه زيرو؟ هو انا لو حطيت الاكس هنا بزيرو، فلو كتبتها على الاله 7 اوفر زيرو بالاله هتطلع ماس ايرور. هو بيقول لك نوت ايكوال، يعني الحاجات دي كلها تلفت نظرك، يعني دي غلط، في حاجه غلط هنا. ايه الحاجه اللي غلط؟ ما ينفعش الاكس تبقى بزيرو. ليه؟ عشان هيكتبها على الاله 7 على زيرو، اي رقم على زيرو ما ينفعش. اوكي، طب تعال نشوف دي نيجاتيف اكس بيجر ذان 3. لو حضرتك فاكر دي اكنها نيجاتيف 1، فتروح بديفايدد، يبقى 3 ديفايدد نيجاتيف 1. بس لما تيجي تعمل ديفايدد لرقم نيجاتيف، يا رب تبقى فاكر بنغير العلامه، اكبر بقت اصغر، يبقى الاكس ليس ذان النيجاتيف 3. ليس ذان النيجاتيف 3. مين اللي اصغر من نيجاتيف 3؟ لو انت فاكر النمبر لاين كده، هنا نيجاتيف انفينيتي وهنا انفينيتي، وهنا النيجاتيف 3 مثلا اوبن اهي، اصغر يبقى همشي الناحيه دي. ما هو اللي اصغر من نيجاتيف 3 يا جماعه نيجاتيف 4 ونيجاتيف 9 ونيجاتيف 100، يعني كل الطريق بتاع النيجاتيف ده. يعني الاجابه بتاعتنا هتبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 3، والاقواس بتاعتك هتبقى اوبن. نيجي نشوف دي سهله قوي، عسل. دي عندنا في المنهج. الاي بكام يا نجم؟ الاي ب 8 والبي بكام؟ ب 3. 8 و 3 دي سهله. 20 دي حاسسها جايه، مش عارف انا، ما احساسي برضو يعني انا سالك، اخوك سالك، فاحساسي بيطلع صح بنسبه كبيره. ريجولار داي دي اللي هي زهره، قعدنا اولى اعدادي تانية اعدادي، ضيعت انت حبه حلوه كده من عمرك في اخر شابتر في الالجبرا على طول. داي اللي هي الزهره، اللي هي بيبقى الارقام اللي في الزهره فيها مين؟ 1 و2 و3 و4 و5 و6. عايز الاود نمبر، في كام واحده اود؟ 1 و3 و5، يعني عددهم كام؟ 3 على 6، اللي هي الاجابه بكام؟ بهاف. اقول لك على حاجه عشان انت مش طايق نفسك، بس انا قلت لك روح اعمل لك واحد نسكافيه كده 3 ان 1 وروق على حالك، ها. ما تتسحلش مع الاغنيه بتاعت حسين الجسمي، ما تتسحليش في الاغنيه لغايه تسمعيها كلها، ركزي يا حاجه معانا في الفيديو، بنهزر بس، يعني بقول لك نزلوا ستوري كده فك عن نفسك شويه. هكتب لك حاجه برضو لطيفه، لو قال لك داي زهره وفيها اود وفيها ايفن وفيها برايم، لو سالك اي حاجه من الثلاثه دول فالاجابه بتبقى هاف. زي سؤال مشهور كده او سكيلز، لو قال لك داي وعايزين نجيب البروبابيلتي بتاعت الاود هاف، داي وعايز اجيب البروبابيلتي بتاعت الايفن هاف، داي وعايز اجيب البروبابيلتي بتاعت البرايم هاف. ايه هي الايفن؟ ال2 وال4 وال6، ثلاث ارقام، 3 على 6 او 3 على 6 بهاف، بس خلاص بقى عشان ما نقعدش نهري فيهم كتير. والبرايم هي الارقام اللي مش موجوده في التيبل، يعني ملهاش، يعني 3 دي 3 باي 1 بس، مفيش حاجه تاني تدينا 3 في التيبل، يبقى ده اسمه برايم. و7 و11 وهكذا. طبعا احنا عندنا في الداي بس 2 و3 و5، فبرضه هتطلع 3 على 6 بهاف. بس بدل الهري ده كله بنقول لحضرتك ريمارك، قال لك داي واود هاف، داي وايفن هاف، داي وبرايم هاف. 7 اغنيه كده شقيه. تعال نشوف دي يا نجم. هنشيل ال 3 تبقى اوبنايه، هنشيل ال 7 تبقى اوبنايه. شكرا. حاجه حلوه اهي. سبحان الله، لا والله العظيم انا ما مرتب للملزمه، والله ما مرتب، لان ضربت الاوتفيتات الحلوه، خلصت حصص السنتر، جيت شرحت في الاستوديو وحياتي جميله. ما عدا في فيديو كده قذر قوي عدته مرتين عشان الصوت، بعد ما صورته الفيديو اللي هو الكبير ده اللي هو الثلاث ساعات ده، او كل حصه اقعد اندب لك فيها. مره صورت حاجات صورتها في الاستوديو القديم، واوقات تاني بروح اصور في الاستوديو الجديد على حسب، في استوديو في شبرا واستوديو في مدينتي. طب احكي لك قصه حياتي بس بعدين بقى، عشان انت ليله الامتحان مش طايق نفسك. الترم التاني هحكي لك براحتي. تعال نشوف هنا البرايم. البرايم احنا لسه كاتبينهم، فبيقول لك الاكس بكام؟ احنا عايزينهم يبقوا برايم، فالاكس اولا ما ينفعش، ما فيش 1 اول حاجه في برايم 2 اساسا. ممكن يبقى 2 و3 و5. بس ليه ما خدتش 3؟ عشان لو عملت 3 بلس 17 ب 20، ال 20 موجوده في التيبل، موجوده في الجدول، 4 باي 5 ب 20، يبقى هي مش برايم. وال5 برضه لا، عشان عملت 5 بلس 17 هتطلع ب 22، و22 دي اللي هي 2 باي 11، لا لا، هي من الاخر كده كام؟ 2. لو عملت 2 بلس 17 هتبقى ب 19، مفيش حاجه اصلا في التيبل ب 19، فالاجابه عندك كام؟ طيب دي سهله. سيرد لسه قايلها من شويه، اوف يعني تايمز زيها زي فروم 3 باور 4، بالاله الشقيه هتطلع ب 27. تقعد تجرب الاختيارات، ف 3 باور 3 هي اللي ب 27. هكتب دي بالاله هتطلع ب 4، فهتلاقي مصر كلها راحت اختارت 4، فهتاخد احلى صفر على دماغك. هتاخد احلى صفر على دماغك. ليه؟ عشان انت كنافه،
انت نص كنافه نص قطايف، مفيش مخ يا ابني. ما هو دي الاجابه بفور. حصل. هو بقى عايز روت كام يدينا فور، انت عايز الناتج فعلا يبقى فور، فروت كام يدينا فور؟ روت 16. ركز، ده معنى كلمه تركيز. والله العظيم وانا قدك كان المراقب، كان ابويا، كان اي حد ماشي يا حبيبي ركز وانت رايح الامتحان، والله يا جماعه عايز وانا رايح اسقط يعني. الكلمه دي كانت بتعصبني، ركز يا ابني، ما انا رايح والله عايز انجح وعايز اقفل، اكيد هركز. بس ما كنتش فاهم يعني ايه اركز، وانا بحل عادي يعني، مش عايز اغلط نفسي. بعد كده فهمت شويه يعني ايه تركيز، فهقول لك عشان انا عرفت الموضوع ده على كده. يعني انت جبت الاجابه، فالسؤال بيبقى فاهم مش سالك، سالك كده، سؤال خازوقي. اه، هي دي فكره التركيز، محدش يضحك عليك، ركز في الكلام كده، عارف اللي هو المايند جيمز، لو بتتفرج على افلام اجنبي كده، في افلام مايند جيمز كده، تبقى فاكر ان الراجل ده طيب في اول الفيلم تلاقيه عبيط كده، وتبقى تكتشف ان هو السفاح، فاهم؟ والفيلم كله يتقلب. فهنا الاجابه فور. عسل. لو هو عامل نقط زي البني ادمين هقول له فور، بني ادم طبيعي. لا ده هو عايز روت حاجه تدينا فور، وانا هجرب الاختيارات. فروت 16 يبقى 16 هي الاجابه الايه الصح. ماشي يا باشا. بمناسبه الافلام الاجنبي بقى في الاجازه، او ممكن في اخر الفيديو اعمل لك بلاي ليست حلوه كده بشويه افلام اجنبي، والله العظيم تحفه. نظف مخك القذر ده، شويه حاجات بقى، سرقه بنك بقى، على مش عارف ايه، على حاجات خيال علمي، على ناس بتعيش في الفضاء، على زومبي. بحب قوي افلام الزومبي دي، اللي هو واحد بيقعد يعيش في البلد لوحده دي، يروح بقى يهجم على السوبر ماركت. عارف الافلام دي؟ بس ننجح الاول، ربنا يكرم، بعد كده ايه ابعت لي برضه، ببعت لك ايه بلاي ليست حلوه كده بالايه بالافلام دي. بص يا نجم، عندنا دي برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا 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 جدا، نعلم عليها. اكس باور 2 ماينس واي باور 2 دي بتتفصص من زمان، خلي بالك منها. اكس واكس، والواي باور 2 واي واي، واحده بلس واحده ماينس. كانت عدت علينا الترم ده يا جماعه في واحده من حاجات البروبورشنال، ما كناش عارفين نفك دي. قلت لك هتتقسم لام وام، 1 1، واحده بلس واحده ماينس. فهنا اتقسمت. طب استفدت ايه لما قسمتها؟ لك لا استفدت يا باشا، صلي على النبي بقى. اكس بلس واي كمنتج كده، كجاكيت، كسلعه، كاي حاجه انت عايز تقولها لنفسك، عباره عن 1 على 5. طب واكس ماينس واي ب 5، فما فيش اي حاجه يبقى هم تايمز، لما نيجي نعملهم تايمز يبقوا بكام؟ بواحد. فخلي بالك من دي، لو هو عايز الحاجات اللي عليها باور 2 ماينس فبنعمل ايه يا كينج؟ نعمل تايمز. في واحده كمان بيجي في الامتحان يجيب لك اكس باور 2 واي باور 2، بعد اذن حضرتك ما تكسلش في الحاجات دي والنبي، عشان حاسس ان انا ربنا هيكرمني بحاجه منهم ان شاء الله. اكس بلس واي ب 5، عايزين نجيب اكس ماينس واي. هعلمك حاجه صغيره كده برضو، سجلها معاك يعني لو تفتكرها. دي اللي فيها اكس باور 2 ماينس واي باور 2 دي الحاجه الكبيره، ودول الصغيرين، ده صغير وده صغير. طب دي هنا الحاجه الكبيره، كده هو عامل كويتشن مارك، عامل نقط على الحاجه الكبيره، عايز اكس باور 2 ماينس واي باور 2، يبقى انا هعملهم تايمز. هنا هو مديك الحاجه الكبيره، يبقى انا عايز واحده من الصغيرين سواء دي او دي، فهعمل 20 ديفايدد 5 هتطلع ب 4. يبقى لو جت دي في الامتحان هبص كده، مين الكبيره اهي، طب هو مديها لنا حصل، يبقى احنا عايزين نجيب واحده صغيره نعمل ديفايد. هنا مين الكبيره اهي، طب هو مديها لنا، لا هو عايزها، فاعمل الرقمين اللي عندي مالهم. طيب اللي قبل الاخيره عندنا بقى جايبها لك حروف. قال لك يا باشا مش انت فاكر نفسك، فاكر ما حكيت لك قصه حياتي وقلت لك ركز وبتاع؟ حروف لو حد فاكر يعني، هعمل اي حرف بالنسبه لي باور، ف6 اوفر اللي بره، اكس اهي 6 ديفايدد 3 يعني اكس باور 2، فالاجابه بتبقى اكس باور 2، بس اكس باور 2 دي اجابه غلط، هو ناتج اكس باور 2 حصل. بس احنا بقى عايزين اكس باور 2 دي تتحط جوه هنا، فهتبقى اكس باور 4. ليه؟ عشان اكن بره في 2، السكوير روت يبقى فيه 2، فانا بعمل اللي جوه اوفر اللي بره، 4 ديفايدد 2 اللي هي بكام؟ ب 2. يبقى تاني الاجابه بتاعتنا هتبقى اكس باور 4، عشان لما اعمل اكس باور 4 جوه روت تطلع باكس باور. طب اكس باور 6 جوه كيوبيك روت تطلع باكس باور. يبقى كده اجابتي صح. ده عامل زي السؤال بتاع ال 16. رخم ده، بيكس ده، سافل ده، قذر ده، في شتان تاني بقى ممكن اقول. ليه بقى؟ هقول لك البكاسه. هو كتب من 3 ل 5 كلوزد، هنشيل، مش هنشيل بقى نقط، قال لك ده هنشيل وحش، هنشيل كبشه. ده مد ايده يا باشا كبش يا باشا، عارف الواد البيكس الرخم يلا اللي هو بيبقى بيديله كيس شيبسي تقول له خد واحده حبيبي، واحده حبيبي، او بنت صاحبتك فاكره نفسها ظريف، خدي واحده حبيبي، تقوم كبشه نص كيس الشيبسي ضرباه في بقها. فده اللي حصل. قال لك شايف ال 3 وال 5 دي كلها احنا هنشيل منها من 3 ل 5 كلها،
بس هنيجي عند ال 3 بس نخليها اوبن. طب يا ابني ما انا كده مش هيتبقى لي حاجه غير النقطه 3 بس. ده انت خدت كل حاجه. بص 3 حتى ال 5 خدها كلوز، خد المنطقه كلها، خد المنطقه كلها في الانتر، فيتبقى لي بس النقطه مين؟ النقطه 3. مستر مش احنا كنت لا الثانيه يا جماعه كانت بتيجي كده لو انت مركز بجد، كانت بتيجي في بريسز. هو بيدينا بريسز فانا بعمل لدي اوبن، ولو ادانا 3 و5 اشيلهم فهعمل ال5 كمان اوبن. المره دي لا، هو مديني انترفال وحش وشال مني وحش، قمت كابش شويه، هيبقى لي شيبسي، هيبقى لي 3 بس. ماشي يا نجم. كده احنا قلنا شويه حاجات حلوه على التراكمي، فوقناك كده ونضفنا مخك بشويه حاجات تراكمي. لو لسه ما عملتش اللي انا قلته ده فممكن تقوم تصلي الاول. ها، قرب كده من ربنا شويه عشان انت في حوجه، انت في حوجه المفروض تصلي على طول يعني. ماشي، لو ما صليتش كده اغسل وشك كده وصلي كده عشان ربنا يكرمك وتبقى هادي وتبقى رايق ومخك يبقى مصحصح معانا كده. وتعالى اضرب لك النسكافيه عادي يعني، ممكن نهزر، ممكن نعمل استوريات، وممكن نصلي، وممكن نذاكر، وممكن عادي عيش حياتك براحتك كده. فهنخش دلوقتي على تراكمي جيومتري، هما مش كتير بس عايزينك تبقى رايق يعني معانا. ماشي يا نجم. دقيقتين ثلاثه كده خد بريك، تعالى على طول شوف الايه، شوف الجيومتري. روقت على حالك، روقت على حالك ياض كده وظبطت الدنيا. يلا بينا نتوكل على الله ونخطف لنا كمان ايه تلتايه نصها كده في الجيومتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الجيومتري بقى التراكميه بتاعتنا ان شاء الله، ان شاء الله تبقى فاكر منها حبه حلوه. يقول لك هنجيب من الاكستيريور انجل بتاعه الايكوالاترال. اكستيريور هنحاول نختصر على قد ما نقدر. اكستيريور وايكوالاترال فالاجابه على طول ب 120. اكستيريور وايكوالاترال الاجابه على طول ب 120. في حاجه تانية عايز ازودها وقلتها في السنتر وبكررها تاني، لو قال sum of exterior، sum of exterior وبعديها اي حاجه مش فارقه معايا. sum of exterior 360، خلي بالك من دي. sum of exterior بتاعت اي حاجه، سكوير، بنتاجون، هيكساجون، ايكوالاترال، تريانجل، طالما قال sum of exterior بزود عندك كده في الورقه اللي معاك 360. طب لو قال اكستيريور ايكوالاترال يبقى 120 بس. اوكي. طب لو قال انتيريور، انتيريور اللي هي اللي جوه الانجل اللي جوه، انتيريور ايكوالاترال يبقى 60 عادي، عشان ايكوالاترال كل انجل ب 60. اما الاكستيريور اللي بره ب 120. اما السم اوف اكستيريور لاي شكل 360. قلنا 3 مسائل في سؤال. ها، خلي ايه، خلي بالك طويل معانا كده عشان احنا بنهري كتير عشان ربنا يكرمنا، بنجتهد يعني مش بنهري. سبلمنت من الكلمات المشهوره اللي عندنا ب 180 ماينس 30 فتطلع ب 150. في واحده كمان بنت عمها لازم شبهها كده، كان اسمها ايه يا نجم؟ قول معايا بقى، قول معايا ما تسيبنيش احارب لوحدي كده. كومبليمنت، صح. كومبليمنت دي اللي هي البلس بتاعهم بكام؟ ب 90. صح 100 100. نخش على اللي بعده. بيقول لك البريمتر بتاع الشكل. مبدئيا الشكل بتاع اي حاجه في الدنيا، البريمتر بتاع اي شكل بنعمل للسايدز بتوعه بلس 4 بلس الحته دي كده ب 7 بلس. في ناس بتقول يا جماعه ان الحته دي ب 2. ماشي مشيها 2 بس هي مش 2 يعني، بس اوكي. بس يعني الصح ان انا الحته دي والحته دي هما الاثنين مع بعض، يعني لو جبت الشريحه دي كده او الخط او الستيك العصايه دي زقتها كده فهتبقى كامله قد دي 4، فهما الاثنين اللي بالاحمر ده وده 4. طب الحته دي بكام؟ كنت بسال في السنتر ما اعرفش بيجيبوا الحاجات دي منين، يقول لك دي ب 5. يا ابني عرفت ممكن تبقى ب 4، لا هي ب 5. انا ماشي يا اسطى براحتك اللي انتوا شايفينه يعني، هو سؤال يعني تراكمي عبيط خالص. الصح بتاعه ان القطعه الزجزاج دي بلس القطعه دي، يعني لو سقطت دي تحت هنا كده فتدينا خط كده مقفول قد ده، فتبقى بكام؟ ب 7. فهعمل 4 بلس 7 بلس 4 بلس 7 هتطلع بكام على طول؟ ب 22. ما فيهاش افكار قوي يعني، جمع بس الايه؟ السايدز. اوكي. خش على اللي بعده. قال لك الانجل اكس والانجل واي كومبليمنتري، يعني البلس بتاعهم ب 90. مبدئيا كده اي اتنين انجل البلس بتاعهم ب 90 فساين الانجل بيبقى قد كوساين الانجل الثانيه. احنا قلنا ان هو يا جماعه ان البلس بيكون ب 90، فقلنا ساين يبقى قد كوساين على طول. طب هو بيقول لك ساين اكس ب 3 اوفر 5 يبقى كوساين واي بكام؟ ب 3 اوفر 5. نفس المساله دي لو حد يفتكر في الجيومتري، لو معاه تريانجل مثلا رايت ات بي يبقى ده معناه ان الاي والسي هما الاثنين ب 90، يبقى كنت بقول ساين اي ايكوال كوساين سي. ماشي زي الفل. طبعا الفيديو ده احنا كنا بنقول لك فوق بقى روح صلي وروح روق على حالك واعمل ستوري وفاهم حبه لاخرتك وحبه لدنيتك. في ناس بتتفرج اصلا على الجزء الثاني ده في ليله امتحان الجيومتري الطبيعي خالص.
ماشي. فبرضه هتقيم الاوت فيت، برضه هتشوف انت جايب كام برضه في المسائل دي، وهتتفرج على الفيديو ده مره واحده بس. ماشي. انا قلت الكلام ده في اول الفيديو بس عشان لو انت ايه بتكمل برضه نفس الفيديو تاني. تعال نخش على اللي بعده. اي بي سي دي باراليلوجرام. باراليلوجرام ده الشكل بتاعه اهو اهو اهو، ايه بي سي دي. اوكي. الاي والبي الريشيو بتاعتهم واحده قد الثانيه مرتين. اصلا التو انجل اللي جنب بعض في الباراليلوجرام اسمهم ادجيسنت. ادجيسنت اللي هم اللي جنب بعض بيكونوا ب 180. طب حد فاكر الذكريات دي؟ ذكريات سنه سته كانت الانجل A والانجل B 1 ريشيو 2. كنا بنعمل هنا حاجه اسمها الصم، البلاس بتاعهم ب 3 وتحتها 180. طيب وبعدين يا نجم قال لك عادي خالص، كل اللي احنا هنعمله هنجيب الانجل دي اللي هو اهو اهو، هتبقى 2 تايمز 180 اوفر 3. 2 تايمز 180 اوفر 3. بالكالكوليتور هتطلع الاجابه ب 120. وسلام عليكم وعليكم السلام، خلصت القصه بتاعتنا وخلصت ليالينا سوا يا باشا، وجبت الجيب كام عدد. طب لو كان قال ان هم كومبلمنتري فنفس البلس بس احط 9. طب قال سبلمنتري نفس البلس واحط 180. ماشي، كاتب كومبلمنتري هو لسه عمال اصيح، يبقى هي كلها ب 90 ماينس 60 فهتبقى ب 30. طب بالمناسبه دي في واحده ثالثه كان في بنوته زي العسل معانا كده في الهرم تقريبا، كانت يعني حافظه الفيديوهات قبل ما تحضر في السنتر والله العظيم. فكان في كومبلمنتري بلس ب 90، سبلمنتري بلس ب 180، ريفلكس ب 360 ماينس كذا، الانجل اللي عندنا تطلع ب 300. ده لو عايز حاجه زياده. نخش على اللي بعده. سكوير الاريا بكذا. الاريا اوف سكوير يا جماعه مصر كلها فاكره ان الاريا اوف سكوير هي سايد باي سايد بس. يا معلم لا يا معلم، يا معلم انت قافل على نفسك بقالك 90 سنه. انت مواليد كام يا اسطى؟ الاريا اوف سكوير ليها قانون كمان اسمه هاف تايمز دايجونال تايمز دايجونال. وما تجودش وتقول دايجونال 1 ودايجونال 2. دايجونال 1 دايجونال 2 ده قانون الرومبس، عشان الدايجونال 1 ودايجونال 2 دي حاجات مختلفه. اما هنا نفس الدايجونال. يعني ممكن اقول ان الاريا ب 100 ايكوال هاف دايجونال تايمز دايجونال، ممكن اقول عليها دايجونال باور. وهخلص من الهاف يا نجم تروح هناك بايه؟ ديفايدد الشقيه. 100 ديفايدد هاف وابوس دماغك ما تجودش. اهو ده صديقك الصدوق في الليله الجميله اللي احنا فيها دي. الليله اللي احنا فيها دي، الفرحه المنتظره اللي احنا قاعدين فيها دي، ليله امتحان الماس. لا يا باشا ما تفرقش ايدك يا باشا، دي ما تفرقش ايدك يا حاج. ها الاله الحاسبه هتعمل 100 ديفايدد هاف تطلع ب 200 مش ب 50 زي ما انت كنت حاطط في دماغك. مش اعملها بالاله وما تجاوبش. يبقى دايجونال باور. عايزين نجيب الدايجونال بس هنعمل روت 200 هتطلع ب 10 روت 2. ده الدايجونال عندنا. اوكي. sum of two side. اول ما تلاقي sum هنا اهو وهنا الثيرد سايد يبقى على طول بيجر زي. طب لو عكس كتب الصم في الاخر يبقى تبقى البيجر زي ناحيتك اللي هي تبقى ليه الزان يعني. يبقى العلامه دي كده تبقى مفتوحه ناحيه الصم على طول. ماشي يا معلم. السيركل عندها كام اكسس اوف سيمتري؟ انفاينايت. طب السيمي سيركل نص السيركل عندها كام اكسس اوف سيمتري؟ 1. طب السكوير عنده كام اكسس اوف سيمتري؟ 4. طب الايكوالاترال تريانجل عنده كام اكسس اوف سيمتري؟ 3. طب الريكتانجل والرومبس عنده كام اكسس اوف سيمتري؟ 2. طب اي حاجه تاني؟ لا هي ايسوسريس. سوري انا اسف، اي ايسوسريس في الدنيا 1. ايسوسريس تريانجل، ايسوسريس ترابيزيوم 1. اي حاجه تاني هتبقى 0. اي حاجه تاني تحت مثلا بند سكالين تريانجل 0. باراليلوجرام 0. ماشي. خدنا كبشه اسئله معلش حاجه على السكوير عنده كام اكسس اوف سيمتري؟ 4. سيركل انفاينايت. السيمي سيركل 1. ريكتانجل او رومبس 2. ايسوسيليس ما تكملش يا مستر 1. ايسوسيليس تريانجل 1. ايسوسيليس ترابيزيوم 1. طب ترابيزيوم عادي انت ما قلتهاش يبقى اي حاجه تاني قلت لي 0. طب سكالين تريانجل 0. طب باراليلوجرام 0. تعال نشوف دي. بيقول لك اريا اوف سكوير تاني، اريا اوف سكوير تاني وكتب دايجونال. لسه كاتبين القانون فوق هاف دايجونال باور 2. الاريا ب 25 وادي الهاف دايجونال باور 2. اخلص من الهاف تروح بديفايدد فتبقى 50 ايكوال دايجونال باور 2. الدايجونال الشقي روت 50. مش عارف ليه بكتب في الحته دي بعشق دي التنفس تقريبا. 5 روت 2. وعديت على خير اللقطه الاولى. نكمل بسم الله.
بيقول لك في سايد لوحده باور 2، دي عندنا من اساسيات المنهج يا صاحبي. سايد لوحده باور 2 اكبر من الاثنين التانيين، اقفش اديها الاوبتيوس الجميله، اقفش احلى صفر على دماغك. ليه يا مستر؟ ما في سايد لوحده اكبر من الاثنين التانيين. ده انت يا باشا انت اللي قايل كده يا مستر، ده انت انا شفت الفيديو بتاع ورقه القوانين ده، انا ماسك عليك سكرين شوت يا باشا هقول لك الكلام ده. ماشي، صلي على النبي بس الاول كده. اللي انت بتقوله ده صح جدا جدا، بس هو السؤال ده مش سالك. ليه مش سالك؟ هو فعلا اوبتيوس، بس مين الانجل اللي اوبتيوس؟ مش هو كاتب اي سي؟ فانت فاضل لك فتفوته، بس انت ما بتهتمش بالفتفوته دي. انت شايف نفسك جامد فاهم وخلاص. هو سايد لوحده باور 2 اكبر من اثنين تانيين، اوبتيوس ات بي اللي هو الحرف اللي ناقص. طب لو كان كاتب اي بي يبقى ات سي. طب هو كاتب اي سي يبقى هي اوبتيوس ات بي. طب هتفرق؟ ليه هتفرق؟ عشان هو بص، ده المعنى الحرفي لعدم السلكان. ما لقاش في حد سالك في البلد. يعني انت شفت حد من صحابك سالك اليومين دول؟ شفت حد من صحابك سالكه؟ في حد سالكه؟ في واحده من صحابتك سالكه؟ لا، مفيش حد. بص حواليك كده مش تلاقي حد سالك. طب ليه مستني ان الامتحان يجي سالك؟ اشمعنى ده الوحيد اللي يعني مستنيها يجي سالك يعني ومطمن؟ هو الانجل بي اوبتيوس، اي انجل ثانيه بتبقى اكيوت. عشان اي تريانجل في العالم ات ليست على الاقل، ركز عشان ده ممكن يبقى سؤال، ات ليست هاف عنده تو اكيوت انجل. اي تريانجل في العالم على الاقل عنده اثنين اكيوت. ممكن الثالثه تبقى رايت، ممكن تبقى اوبتيوس، ممكن تبقى اكيوت هي كمان. فهنا يا جماعه مش بس احنا بنفرح، احنا عندنا مستوى ان احنا فهمنا وحفظنا. هنا بيقول لك اي سي باور 2 اكبر من دول، اوبتيوس صريحه. انت كده شاطر، مش هتقفل. انت تقفل لما تقول اوبتيوس ات بي. زي مثلا في قانون الساين والكوساين، ايه هو الساين؟ اوبوزيت على هايبوتنس، ولا يدخل دماغي بجنيه. لازم نعرف ساين مين. تيجي تقول لي يا باشا ساين ايه، فهنا مثلا ايه وقوم حاطط بوينت كده. انت معاك ماشي. تعال نخش على اللي بعده. بص انا فرحان من حاجه ممكن اقولها وارجع لك تاني، معلش عشان فرحان بيها قوي والله. بيقول لك الاكسس اوف سيمتري اوف سكالين تريانجل، والله لسه قايلها، والله لسه قايلها بزيرو. انا هفرح والله. طب والترابيزيوم العادي زيرو. طب والايسوسيلس ترابيزيوم 1. ماشي، مش هقول بقى بقيه الحاجات عشان انت بتزعل لما بعيد. طب هنرجع لده والله عارف والله هرجع له ما تقلقش. باراليلوجرام اللي عنده الدياجونال ايكوال وكمان بريبنديكولار، عملنا عمليه تجميل للباراليلوجرام. عملنا له حاجتين، خلينا الدياجونال ايكوال. عارف لو سكت بس ركز معايا عشان ده سؤال، لو قال لك الدياجونال ايكوال يبقى ريكتانجل بس وسكت. طب لو قال بريبنديكولار وسكت يبقى رومبس. ركز عشان دي مسائل لوحدها، يعني ده سؤالين. طب لو قال الدياجونال ايكوال وباراليلوجرام يبقى ده الوحش اللي ما بيريحش، سكوير. طب تقول ايه يا مستر؟ يا ابني ما هي دي معلومات اليوم الواحد، الوان يوز، استخدام مره واحده، الامتحان المفروض يبقى بكره ولا حاجه. صلى على النبي. لو قال لك باراليلوجرام، باراليلوجرام دي حته الصلصال اللي هبتدي اشكل بيها. ماشي. باراليلوجرام ده قال لك التو دايجونال ايكوال وسكت، محترم سكت ريكتانجل. تو دايجونال بيريبنديكولار رومبس. طب التو دايجونال ايكوال وبيريبنديكولار اتحول بقى لوحش بقى سكوير. ماشي. التريانجل عنده كام دايجونال؟ ما عندوش دايجونال خالص، ما عندوش دايجونال. الدايجونال ده اللي هو بيتوصل ما بين نقطتين مش ورا بعض، يعني مثلا اي شكل بيتكون من فور سايدز زي الريكتانجل عنده اتنين دايجونال. البنتاجون ده عبيط قوي، لو جالك في الامتحان بتبقى حلوه قوي. البنتاجون عنده كام دايجونال؟ 5. حظه ان النمبر اوف سايد قد عدد الايه؟ الدايجونال. طب التريانجل عنده كام دايجونال؟ 0. طب اي شكل اللي هم كوادريلاترال، اي شكل بيتكون من فور سايدز عنده كام دايجونال؟ 2. كوادريلاترال ده يعني سكوير ورومبس وتوريكتا، كل ده 2 2 2. مش هنرجع لدي بقى عشان ما ايه ما تتوهش منها. بيقول لك راديوس ب 2. عايزين نجيب البريمتر. البريمتر يعني البرواز، ف 2 و 2 فالحته دي ب 4. مبدئيا دي ب 4. طب عايز اجيب دي بقى مستر. طب دي هنجيبها ازاي؟ دي هنقيسها بالمسطره ولا نعمل ايه؟ يعني بقى فكك من جو المزارعين ده. انت مزارع يالا، انت حاطط الفاس على ظهرك ورايح الامتحان، لافع الفاس في الشنطه وماشي رايح الامتحان اللجنه. قاس ازاي بالمسطره؟ دي نص سيركل. طب يا مستر نص سيركل هعمل ايه؟ يا ابني ما في قانون للسيركل اللي هو السيركمفرنس 2 باي ار. 2 الباي الار ب 2. ماشي، يبقى 2 تايمز 2 يبقى 4 باي. دي السيركل كامله، احنا عايزين نصها بقى، يبقى ديفايدد 2 تبقى 2 باي. يبقى الحته دي بكام؟ ما هي نص سيركل 2 باي. طب والحته اللي تحت دي بكام؟ ب 4. يبقى 2 باي بلس 4. يبقى جمعت دي ودي. ماشي. اللي بعده هنيجي قلنا التريانجل هنا 0 خلاص.
43 بريمتر اوف سكوير. السكوير اصلا السايدز بتوعه كلهم قد بعض وهو ب 16، فبريمتر سايد باي 4، فعامل 4 دي ديفايدد يبقى السايد الواحد ب 4. ماشي. وعايز الاريا بقى، هل نستخدم قانون الدياجونال؟ لا، هو مدينا سايد بقى، نستخدم عادي سايد باي سايد. 4 تايمز 4 تطلع برضو بكام؟ ب 16. ميجر اوف انجل اوف ريجولار هيكساجون. رخم قوي ده سخيف. رخم وسخيف ومش وقته. ده كان درس لوحده اصلا في اولى اعدادي. عشان تجيب اي انجل في الدنيا n minus 2 تايمز 180 اوفر n، ده القانون. معلش يا ابني بقى، واللي عايز يقفل هيتعب. ده بيجيب لك اي انجل في الدنيا، يعني اي حاجه بقى، بنتاجون هيكساجون، عايز تجيب اي انجل هتشيل الان وتحط عدد السايدز. عدد السايدز يعني الهيكساجون ده فيه قد ايه؟ 6، فهشيل ان واحط 6. 6 ماينس 2 تايمز 180 اوفر 6 تطلع ب 120. طب لو عايز اجيب الانجل بتاعت البنتاجون هشيل الان واحط 5. طب الاوكتاجون، اوكتاجون 8، اشيل ان واحط 8. يبقى انا قلت لك القانون، عملت اللي عليا. تيجي بعد الامتحان يا اسطى انا ما شفتش دي، لا يا باشا اهي قلناها. ما جاتش خالص وجت العسل، العسل منه. انت الشارع كله ده قايل لك انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وخلاص بقى، وربنا بيكرم ان شاء الله. تعال نشوف دي مثلا على سبيل المثال. لو ادانا تو سايد، اول ما يديك تو سايد يقول لك عايز السايد الثالث، ففي قانون كده لطيف جدا، تعملهم ماينس وتعملهم بلس والاقواس اوبن. السايد الثالث بيكون ما بين الماينس والبلس، فهعمل 2 5 ماينس تبقى ب 3، 2 5 بلس تبقى بكام؟ ب 7. يبقى ما بين ال 3 وال 7 والاقواس مالها؟ والاقواس اوبن. طب هل ده هيفرق معايا في حاجه؟ اه. ليه بقى؟ ما انت هتقولي مش فاهم، هقول لك السؤال بيتعاد تاني عشان انا كلامي مش هرجع فيه، وانا وانت ارتبطنا بكلمه في اول الفيديو. هنتفرج على الفيديو ده مره واحده، خدنا فكره. هتروح تشتري جاكيت ولا تشتري هدوم وبتخش على النقاب، انا باخد فكره كده وان شاء الله هلف لف واجي لك، فاهم؟ هتتفرج كده، فاهم؟ انت لو في حاجه عجبتك بتلاقيها علمت في عينك مره واحده. حتى لو رحت 500 محل ترجع، انا عارف ان المحل ده انا كان فيه جاكيت عاجبني فيه، ابقى ارجع له. احنا بندردش. ففي مساله خدنا فكره عنها، مش بدل ما تتصدم خالص وما تشوفها، يعني ما كنتش شفتها قبل كده يعني تشوفها اول مره في الامتحان، مش ناقص. دي خدت فكره. ليه بقول المقدمه دي؟ معايا تو سايد وبيسالك السايد الثالث ممكن يبقى بكام، فانا هعملهم ماينس يبقوا 4 وهعملهم بلس يبقوا ب 10 والاقواس اوبن. مستر بس دي مش موجوده في الاختيارات. لا موجوده. مستر مش لا موجوده، موجوده والله. موجوده ازاي يا مستر؟ لك يا باشا ايه الرقم اللي ما بين الفور وال10؟ 7. طب ليه يا مستر ما خدتش الفور نفسها؟ ما انا عاملها اوبن. طب ايه اللي خلاني اوبن؟ انا قلت لك فوق حفظ تعملها اوبن والاثنين واحده ماينس واحده بلس. جه السؤال بالشكل ده مصلحه. جاب لي 2 سايد وقال لي التالت تقريبا يبقى فين؟ مصلحه برضه. ماشي هنيجي. دي سهله بقى. السايد اللي اوبزيت لل 30 ديجري عارفينها دي من ثالثه اعدادي، ماله؟ هاف الهايبوتنس. ولو كتب الهايبوتنس كاتبها في الاول، لو كتبها في الاول فمش هقول هاف، هقول ساعتها ايه؟ توايس. يبقى الهايبوتنس قد مرتين. برضو دي مهمه جدا 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 جدا. دول يعني كده نطلعهم فوق هنا كده دي عشان الايه؟ خلاص هم اخر ثلاثه. يعني انا شايف ان دي ودي مهمين من هنا للسنه الجايه، مهمين قوي. ريفليكشن للاكس اكسس. ريفليكشن للاكس اكسس غير علامه الواي. ادي اكس وادي واي. ريفليكشن اكس اكسس غير علامه الواي، فبدل ما هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف. طب لو ريفليكشن للواي اكسس هنغير علامه الاكس بس. طب لو ريفليكشن للاوريجن بوينت نغير العلامتين، فهتبقى نيجاتيف 3 و2. شكرا. ماشي، فمن الحاجات الحلوه قوي. طب تعال نشوف دي بقى. ده سؤال صعب جدا. يعني اصلا العيال بتاعت تانية اعدادي اصلا بتبقى مش فاكره الدرس ده اساسا، هو المندوب في المنهج المصحف بيبقوا عارفينه. انت تعرفه ازاي يعني؟ ده مش مسك الختام. احنا بنجيب اجلك هنا يا باشا. الهايت ايكوال الراديوس، الاتش قد الار. الفوليوم بتاع السلندر. الفوليوم بتاع السلندر ده قانون صعب قوي يا جماعه، باي ار باور 2 اتش. ده الفوليوم بتاع السلندر. ماشي. هو بيقول لحضرتك ان الاتش اصلا الهايت قد الار. اوكي. يعني انا ممكن اشيل الاتش واحط ار، فار باور 2 ار هتبقى ار باور 3 باي ار باور 3. طب ايه الحل الامثل في دي؟ ولا اي حاجه يعني، فكك منها.
لو جت في الامتحان بكره ولا حاجه فاهم، فخلاص دي عرفتها باي ار بار، هتيجي زي ما هي، ما فيهاش ارقام. ما جاتش خلاص مصلحه، ما توترش نفسك، مفيش حاجه توترك خالص في الفيديو ده. عملت اللي عليك وبتعمل اللي عليك وبتسيب الاسباب، يعني انت بتعمل اللي عليك وتسيب النتيجه على ربنا. بس مش انت اجتهدت وشفت الفيديو وتعبت ومسكت ورقه وقلم وعملت ستوري وصورتنا وهزرنا وبعت لي ستريك وعملت لي منشن في الانستجرام ورحت صليت خلاص بقى فيديو خلص، عدت على خير. حاولنا برضو الى حد ما ان احنا نخف عليك شويه الاجواء والضغط بتاعت ليله الامتحان، مش قصدنا والله ان احنا نضيع وقتك ولا حاجه، بس زي ما قلت لك انا كنت بعاني وانا طالب، فانا مش عايزك تعيش نفس المعاناه، وتعلم من غلطاتك. حسيت ان انت تاني مزنوق ومش قادر تلم الماس كله في نفس اليوم، ان شاء الله ربك كرمه واسع قوي، هتعدي يا عم وهتبقى 100 فل 14. بس ما تزنقش نفسك الزنقه دي الترم التاني ولا السنين اللي جايه، ماشي؟ تعيش التجربه دي، خلي الايام تبقى سهله كده، احنا عندنا مشاكل كتيره قوي، فخلي الدنيا تبقى سهله على الاقل في الايه، على الاقل في التعليم اول باول. وانا متفائل بيكم ومتفائل ان انت سواء تعرفني ما تعرفنيش، لو انت تتفرج على الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله تبعت لنا بعد الامتحان وانت مبسوط وراضي عن نفسك. ده مش الفيديو الاساسي، الفيديو الاساسي احنا قلناهم، البروفه الاخيره، نماذج الوزاره، فيديو اهم ملزمه، المراجعه النهائيه، فدي حاجات كتير قوي. فيديو اشهر 100 سؤال الجبرا وجيومتري، تحفه تحفه والله. فانا عملت مجهود كبير والله، بس ده شغل يعني، واتمنى ان محدش يكون متضايق مننا، واتمنى ما نكونش مقصرين في حاجه. اشوفك على خير، كسروا الدنيا، هستنى منكم بقى ان شاء الله كومنتات جميله وانتم مقفلين. باي باي.